طب دلوقتي جه الوقت اننا نتكلم عن الحلول. حلول عمليه حقيقيه وجربناها كتير والحمد لله نجحت. الحلول اللي هتخليك تتحرر من سجن الخوف ده وتبدا تعيش حياه حقيقيه. اول حاجه لازم نفهمها ان الخوف من الفشل مش عيب فينا، ده رد فعل طبيعي جدا. كل انسان سوي بيخاف من الفشل. الفرق بس ان الناس اللي بتنجح بتتعامل مع الخوف بطريقه مختلفه شويه. هما مش بيتجاهلوا الخوف، هما بيتعاملوا معاه كصديق مش كعدو. ادم لما بدا يشتغل معايا اول حاجه عملناها اننا غيرنا نظرته للفشل. قلت له يا ادم انت مشكلتك مش انك خايف من الفشل، انت خايف من الالم اللي بتتوقع انك هتحسه لو فشلت. وده فرق كبير جدا. لما بدا يفهم ان الالم اللي بيتخيله اكبر بكتير قوي من الالم الحقيقي بدا يكون قادر انه يتحرك. اول حاجه تعملها عشان تتخلص من الخوف من الفشل اعاده تعريف الفشل. احنا هنعيد تعريف الفشل من نهايه الطريق لبدايه التعلم. كل مره تفشل في حاجه بدل ما تقول انا فاشل قول انا اتعلمت حاجه جديده. ادم بدا يطبق ده لما بدا يتعلم البرمجه. كل مره يواجه مشكله في الكود بدل ما يقول انا مش فاهم حاجه بقى يقول انا اكتشفت حاجه جديده اتعلمها. بس خلي بالك تغيير النظره ده مش هيحصل في يوم وليله، محتاج صبر وممارسه زي ما بتتعلم مهاره جديده. في الاول هتحس ان الصوت القديم لسه موجود، بس مع الوقت والممارسه الصوت الجديد هيبقى اقوى بكتير قوي. تاني حاجه اتعلمها التدرج في المخاطره. احنا مش هنقول لك تشجع وجرب حاجه كبيره قوي من اول مره، لا ده هيزود خوفك على فكره. احنا هنبدا بتجارب صغيره امنه تخليك تتعود على الخوف وتتعامل معاه. داليا مثلا كانت خايفه تبدا على مشروع، فبدات بانها تصمم حاجه لواحده صاحبتها مجانا، مش عشان الفلوس بس عشان تكسر الجليد وتبدا تتعود على الموضوع.